عائشة ربما رسالة توجهها كذلك للسيد الإمام الفاضل كذلك. أكيد. شكرا أحلام. لازم نخاطب أنا الجمهور المتابعين تاوعي. أنا المتابعين تاع برنامج خليها على ربي ما شاء الله عليهم، في كل مرة نقول لهم أنتم راس مالي. لازم يعرفوا أنه أنا مسلمة وأنه ديني أعز من أولادي، حتى ولو أنه بسبب هذه القضية تقصت بزاف في أولادي وأنا ما درتش. تعرفي ملي بدات هذه القضيه ونكلم انا ربي سبحانه نقول له يا اخي ربي على بالك واش كاين في قلبي، على بالك ربي واش كاين نيتي ابدا ما كنتش باش نتهم الامام. انا عمري ما جرحت انسان، عمري ما سبيت انسان، عمري ما تهمت انسان، كيف لا اني نتهم امام؟ قلت لهم بالعقل عليا نورمالمون تحكموش عليا هكذا. على ان هذه القضيه طبعا اكيد على بالك تعليقات وسب. أنا عندكم قضية أنا غلط، راكم تقولوا غلط. طيب عائشة، أعلم أن هذه القضية كما قلت أثرت فيك، ويعني نعلم كذلك المكانة الخاصة والمقدسة للإمام في المجتمع الجزائري أعز كذلك من أولادي. نعم. واحتراماتي للشيخ، سواء الشيخ عمار بن زاوي ولا كل الأئمة تاعنا في الجزائر. الناس جاهدت على دينها طبعا، وأنا مستعدة أنا على جال ديني ندير كلش. بالعكس إذا شاف ربما الشيخ عمار بن زاوي عفوا أنه غلطنا في حقه ولا تسببنا له في بعض المشاكل، نقول له ابدا عمرنا ما كنا نيتنا نتهموك، كنت نحترموك ونكن له كل الاحترام طبعا. شكرا لك عائشة بوزمار، مسؤولة قسم الإنتاج ومقدمة برنامج خليها على ربي. نشكرك على هذا التوضيح. مشاهدينا إذا